السلام عليكم كل متابعين قناه اعزائي، يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناه شوارع ومعالم اسكندريه. موجودين فين؟ موجودين امام اهم شوارع منطقه المنشيه، خصوصا من على البحر او من على الترماي. شارع وكاله الليمون. شارع وكاله الليمون مليء بالحكايات والمباني الاثريه والمعالم الاثريه في اسكندريه. في البدايه اللي ما عندوش فكره فين شارع وكاله الليمون، احنا موجودين في المنشيه على البحر، حي الجمرك. اللي بيميز شارع وكاله الليمون اللي على قمته من على البحر جاتي عزه والكردي، الكردي بتاع الصدق المعروف. وعلى شمال الشارع في ميدان الجند المجهول والمحاكم وشارع البستاني وشارع مولاي محمد والمعهد السويدي. وعلى يمين الشارع قهوه فاروق وشارع اسماعيل صبري وقهوه المطري وبحري ومحمد حامد بتاع المشويات والعيش باللحمه. اهو صدق الكردي من المشهور جدا عندنا، اللي على قمته شارع وكالة الليمون. ليه سموه وكالة الليمون؟ طبعا الشارع ده تم انشاؤه في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني سنة 1907 لإنشاء في وكالة للخضار. هو الشارع اسمه وكالة الخضار، ولكن احنا معروف عندنا باسم وكالة الليمون. ووكالة الخضار الموجودة حاليا في الحضرة تم انشائها سنة 1955 بعد ثورة 52. كانت ايه وكالة الحضرة؟ كانت مشتل للبلدية، مشتل للمحافظة، مشتل للزرع اللي في الشوارع. اول شارع هيتقاطع بالعرض مع شارع وكالة الليمون، اللي احنا حاليا في شارع وكالة الليمون. في شارع هيتقاطع معاه بالعرض اللي هو شارع قاسم امين يمين وقاسم امين شمال. قاسم امين اللي هيبقى بالعرض ده بيكمل ناحية بحري باسم حسن باشا عاصم، او كده ده قاسم امين شمال ويمين. شمال اتجاه المنشية ويمين اتجاه حسن باشا عاصم، واتجاه بحري محمد حامد اتجاه اسماعيل صبري. ده شارع قاسم امين بيتغير اسمه اتجاه المرسى بالعباس لحسن باشا عاصم. كملوا مشينا في شارع وكالة الليمون. تاني شارع بالعرض هيقابلنا من الشوارع المهمة جدا في اسكندرية، الشوارع التاريخية، شارع الأمير فاروق أو شارع التتويج أو شارع حاليا البطل محمد كريم، بطل اسكندرية، محافظ اسكندرية، بطل المقاومة الشعبية محمد كريم. وطبعا دي قهوة القويري على شمال الصورة او على يمين الصوره كده، قهوه القويري مشهوره جدا. احنا كده اتجاه قهوه فاروق واتجاه شارع اسماعيل صبري واتجاه سينما التتويج واتجاه الاباصيري سيدي الاباصيري واتجاه المرسى بالعباس واتجاه حلقه السمك القديمه بتاعت زمان في السياله. على شمال الصوره اتجاه ابو حلمي بتاع الكبده وزنانه والمحاكم والجند المجهول. وامامنا المنشيه، شارع البستان وشارع مولاي محمد وزنقه الستات وشارع فرنسا كله امامنا. كملوا مشينا في شارع وكالة الليمون، ولكن ما تبخلوش علينا بالاعجاب باللايك من اسفل الفيديو. لو لسه ما اشتركتوش شرفونا بالاشتراك. ما زلنا في شارع وكالة الليمون. الشارع طبعا طوالي كده، لسه ما زلنا في شارع وكالة الليمون. الشارع اللي جاي بالعرض ان شاء الله هيكون مع الشمال شارع فرنسا او الشهيد مصطفى حافظ، وهيكون يمين شارع راس التين من شارع الجمرك القديم من مبنى محكمة النسوان. هيتغير اسم الشارع الى شارع راس التين. كده وصلنا لشارع مهم جدا وهو شارع فرنسا شمال وشارع راس التين يمين. شارع فرنسا شمال اللي هنا كده على قمة الشارع في موسى الخطيب بتاع العصير اللي هو حاليا اسمه الأندلس، وعلى اليمين في مسجد تربانة. ده شارع فرنسا أو شارع الشهيد مصطفى حافظ، بينتهي عند محكمة النسوان باسم شارع راس التين، أو بيبدأ من شارع من قمة مبنى محكمة النسوان باسم شارع راس التين. كده احنا اتجاه شارع سوق بقى الذهب وزنقة الستات والصاغة وميدان المنشية ومسجد ميبر باشا ومسجد سنان باشا. ده موسى الخطيب طبعا محلات العصير المشهورة عندنا في اسكندرية. موسى الخطيب حاليا اسمه الأندلس. على يمين الصورة بقى مسجد الخراطين والمسجد الأرضي. الاتجاه الآخر ده مسجد من مساجد اسكندرية الأثرية المهملة المغلقة، المساجد المعلقة، مسجد الحاج إبراهيم تربانة، اصله من ليبيا من مدينه مصراته. كملوا مشينا في شارع وكالة الليمون. الشارع الجاي برضو من الشوارع المهمه شارع سوق الترك. سوق الترك طبعا الى الان له سمعه في اسكندريه،
الموبيليا والاخشاب بقى. بس كان زمان طبعا معظم الورش دلوقتي تم قفلها او غلقها واصبحت معارض للموبيليا، بيجيبوا الخشب عظم من دمياط وبيتم رشه ودهانه هنا. كان زمان كل حاجه بتتم هنا في سوق الترك، لكن خلاص اصبح دوام الحال من المحال. يمين ده اهو ده شارع سوق الترك، كده توصل لشارع الكنيسه شمال، كان في معبد يهودي هنا معبد عمران. ايضا من سوق الترك توصل لشارع امامنا شارع الجمرك القديم، طبعا هتلاقي مبنى قديم اثري، ده مبنى محكمه النسوان، مبنى مهمل لكن مبنى اثري. شمال تدخل على شارع الشميرلي وشارع الميدان. رجعنا تاني لشارع وكالة الليمون الشارع بتاعنا. طبعا على شمال السور بقى محلات الحلويات المشهوره والاسماك، وعلى اليمين بقى المشويات والجزاره، اشهرهم ابو صبع هنا في شارع وكالة الليمون او وكالة الخضار او شارع الدكتور عبد المنعم الدبه. داخلين على شارع من اهم شوارع اسكندريه، شارع الميدان او شارع النقراشي باشا او سوق الميدان، يمين وشمال هتقاطع مع شارع وكالة الليمون. طبعا هيكون على قمة شارع شمال قهوة القزاز او قهوة 6 اكتوبر، وهيكون على اليمين قهوة رضا. ده سوق الميدان اتجاه اسماعيل صبري اتجاه بحري، وده سوق الميدان اتجاه المنشية اتجاه حاره اليهود واتجاه شارع فرنسا. جولتنا في شارع وكالة الليمون. احنا كده داخلين على شارع بقى سيدي لالو، منصور قبضان والسبع قرن والتيجانية والبنوفري وحوش الجعان والغرياني وابو الملاح، كل دي والشيخ المسيري والست المسيرية وشلتوت، وشارع عصمة ام البحرية واسم الجمرك. كل دي امامنا شوارع متفرعة من شارع وكالة الليمون اللي احنا ماشيين فيه. احنا كده معقل يهود اسكندرية. ان شاء الله نعمل لكم فيديو قريب. على شمال الصورة حوش الجعان كان خاص بيهود اسكندرية الفقراء، كانوا بياكلوا ويشربوا ببلاش هنا في حوش الجعان باين من اسمه. وهنا طبعا الهلب بتاع سيدي لالو، الاساطير السكندرية بتاعت زمان بتاعت ست وسيدي، وشارع الغرياني وشارع ابو الملاح، واتجاهنا اتجاه شارع البحرية عصمة ام البحرية واسوار ميناء اسكندرية. يمين شارع منصور قبضان ومسجد منصور قبضان او سيدي لالو وابو شوشة، مسجد ابو شوشة ومسجد حمزة. مباني جميلة جدا، مباني اثرية تاريخية. احنا موجودين في حواري وشوارع اسم الجمرك. ما تنسوش لو لسه ما اشتركتوش في القناة شرفونا بالاشتراك، لا تبخلوا علينا باللايك بالاعجاب من اسفل الفيديو. لو لسه ما اشتركتوش شرفونا بالاشتراك. زورونا تجدوا ما يسركم. امامنا اسوار المينا، ده مسجد منصور قبضان، طبعا ليه قصه كبيره ان شاء الله نعملها لكم. وكده تطلع على الشميرلي والغرياني. كده احنا امامنا شارع ام البحريه في نهايه جولتنا. وصلنا لنهايه جولتنا لاسوار المينا. على الشمال باب 14 وباب 10 وباب الكراستا ومينا البصل والباب الاخضر، كل دي شوارع شمال. يمين باب 1 والعدوي وتحت السور والترسانة. ده سيدي لالو منصور قبضان. في نهاية جولتنا اتمنى اكون اسعدناكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة باذن الله تعالى. لا تبخلوا علينا بالاعجاب باللايك من اسفل الفيديو.